المخاطب أن تكون الأعمال لا يوجد فيها موسيقى تصويرية، فما حكم الموسيقى التصويرية المصاحبة للأفلام؟ هل يختلف عن الحكم العام للموسيقى؟ طبعا أنا إذا رجعت إلى ما ذكره الفقهاء قديما عن حكم الموسيقى لن أجد شيء اسمه موسيقى تصويرية. نعم، شيء جديد هذا. طبعا مصطلح. أنا في هذه الحالة أجيز لنفسي أن أجتهد، نعم، وأقول بحق وأنا مطمئن البال إلى أن الموسيقى التصويرية التي تعين على إنجاح فن الدراما نعم لا علاقة لها بالموسيقى المحرمة، نعم، لأنها ليست موسيقى مطربة، نعم، وليست الموسيقى التي تحتضن نعم أصداء لمزاج محرم لغرائز محرمة. مؤثر صوتي، هي مؤثر صوتي فقط، هي عبارة عن مؤثرات تضع المشاهد في جو ذلك الحدث. تمام، في جو ذلك الحدث. فأنا اجتهادا مني وبناء على أسباب حرمة الموسيقى وبناء على الكلام الذي قاله الفقهاء أقول وأنا مطمئن البال أن الموسيقى التصويرية لفنون التمثيل اللحن المميز لبرنامج من البرامج، في لحن مميز لبرنامج دراسات قرآنية، لا أتأثم في ذلك ولا أرى فيه أي حرمة. يعني بمعنى لو قام الآلاتية وعزفوا، طبعا العزف سيكون في استوديو، الموسيقى التصويرية في استوديوهات. نعم. لو قاموا ففعلوا مثل هذا، نعم، وهم يعلمون أنهم يسجلون موسيقى تصويرية لأعمال برامج كيف بدها تتحقق عن طريق نوتة، عن طريق ملحن فنانون وضمن التخصص